دول 5 لعيبة بدايتهم كانت قوية جدًا وبعد كده مستواهم انهار. 5 مروان محسن في الإسماعيلي، مروان بدايته مع الدراويش كانت جامدة جدًا، لعب 33 مباراة وساهم في 22 هدف، وبعد كده راح الأهلي وهناك فقد الشغف تقريبًا، وبعد كده راح مودرن وراح الجونة وما قدمش اللي كان منتظر منه في بدايته. 4 أحمد الشيخ مع المقصة، الشيخ مع المقصة لعب 52 مباراة ساهم في 39 هدف وكان هداف الدوري في 2017 وبعد كده من الأهلي لبيراميدز للإسماعيلي وفي كل ده ما قدمش حاجة. الشيخ حاليا 32 سنة وبدون نادي. 3 أحمد حمودي مع سموحة، حمودي بدأ بداية كويسة جدا مع سموحة، لعب 63 مباراة ساهم في 30 هدف، بعد كده راح بازل ما نجحش هناك، رجع على الزمالك ما قدمش شيء، راح السعودية في نادي الباطن ما عملش حاجة، راح الأهلي ما قدمش شيء يذكر، وبعد كده من بيراميدز للمصري لأسوان، وحاليا حمودي 35 سنة وبدون نادي. 2 باسم مرسي مع الزمالك، باسم في أول موسم ليه في الزمالك لعب 36 ماتش عمل 26 مساهمة ودي كانت بدايته لسه، ولكن بعد كده ما بقاش مركز ومستواه بدأ ينزل، وبعد فترة أعراض مشي من الزمالك ولف الدوري كله من الإنتاج للمقصة لسيراميكا للإسماعيلي للبنك لطلائع الجيش، وفي كل ده ما قدمش شيء كبير، وحاليا عنده 33 سنة وبدون نادي. 1 صالح جمعة ملك الالتزام، في أول موسم ليه مع الأهلي لعب 18 مباراة ساهم ب9 أهداف. صالح كان ليه لمسة غير عادية للكورة والكل قال إنه يلتزم شوية بس وهيبقى خليفة أبو تريكة، وإحنا من وقتها مستنيين صالح يلتزم ويركز. صالح جمعة حاليا 32 سنة وبدون نادي.